هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو الدكتور بندوار عدنان محمد، اختصاصي بأمراض الأسنان وجراحة الفك وزرع الأسنان. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد مساك. أهلا وسهلا أستاذ عماد، يعطيك الألف عافية. متابعينا، للي حدا عنده سؤال أو حابب يسأل أو يستفسر عن أي موضوع بخص موضوع زرع الأسنان، هو موضوعنا اليوم رح يكون زرع الأسنان. فيكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: 429 101 هو رقمنا الأرضي، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4، أو عبر صفحتنا الفيسبوك، صفحة الإذاعة بوير عربي. عبر كومنت فيكم تنضموا لأبنا. طبعا دكتور، كمدخل لموضوعنا، هو المستجدات بعالم طب الأسنان، هو أيضا موضوع زرع الأسنان هو موضوع مهم كتير أيضا. لحتى نعرف شو هو هذا موضوع زرع الأسنان، يا ترى شو بنعني بزرع السن؟ يعني لا مواطن أو مستمع عم يسأل يا ترى شلون شو بنعني بموضوع زرع السن؟ بداية يعطيك العافية أستاذ عماد، بتشكر إذاعتكم كريمة. بالنسبة لزرع الأسنان مثل ما تفضلت، هي ثورة في عالم طب الأسنان، حلت كثير من المشاكل اللي كنا بنواجهها واللي كان الأطباء اللي قبلنا بالأعوام السابقة بالواجهة. زرع ببساطة هي عبارة عن تعويض مكان فراغ السن. نعم. بغض النظر عن سبب الفراغ، سواء قلع السن أو رد سن انخلاع كامل، أو سن متهدم تم قلعه، أو بعد أعمار كبيرة تم قلع السن فالمريض ما بيقدر يلبس بدلة أو تعويض سني، فهو علاج لك كافة مشاكل فقد السن. بداية بنحكي عن الزرعة. الزرعة بتتكون عن مكونين: مكون نسميها الزرعة، ومكون ثاني هو التعويض فوق الزرعة أو السن الخارجي اللي بيشوف المريض. الزرعة نفسها مكونتين: في مكون داخل العظم نسميها زرعة، هو الجزء الداخل العظمي، والجزء الخارج العظمي أو ضمن فم المريض هي الدعامة أو الأباندمنت نسميها. فأغلب المرضى في أنواع كثيرة للزرعات، في شركات، في أنواع للزرعات وللدعامات. بداية الزرع مثل ما تفضلت، أي مكان لفقد السن، سواء انقلع السن بسبب رد أو بسبب أنه سن صار متهدم نتيجة إهمال المريض، نخر بسيط أدي لخراج أو تم قلعه، أو وجود أكياس، أو وجود أحيانا لما يكون في كسر بالفك أو كسر بالسن نفسه يتم قلعه، فتعويض مكان الفراغ نفسه يتم بواسطة الزرعة. تماما. كانت العلاجات القديمة بتكون استاذي انه بيتم التعويض عن طريق جسر او طقم او بدلة متحركة. تماما. الجسر هو عبارة عن السن اللي قبل مكان الفقد، واللي بعده مكان الفقد مضطرين نسحب عصب ومضطرين نصغر السن، يعني بنرد سنين او اكثر احيانا مشان نعوض مكان فراغ سن واحد او اكثر. فهو علاج بيوفر لي او بيحمي لي بنية السن والعظم. اكيد. اذا في كتير مواضيع يعني تجنبتوها وافادت المريض وخدمت المريض أكثر مما هو أكيد هو حل أغلب المشاكل، إذا مو لكل المشاكل أكيد. صراحة. دكتور، الفئات العمرية اللي يعني بتخدمون موضوع زرع الأسنان أو الحالات المناسبة لزرع الأسنان، يا ترى فينا نزرع سن لطفل عمره 10 سنين أو في له شروط معينة؟ الزرعة هي مثل ما حكينا قبل شوي بتم وضع زرعة جوات العظم. هلا بنحكي التقنية كيف بيتم وضع زرعة، كيف بيتم عملية، بنحاول نبسطها للمريض كمان. العمر يلعب دوره، لأنه عندي نمو العظم لازم يكون متوقف. الزرعة عم يصير مع اندماج عظمي أو التحام عظمي مع العظم، فما بيصير أسوي لطفل أقل من 16 سنة لسه في طور النمو. فالعظم بده ينمو والزرعة بده تضل مكانها بنفس الحجم. فنحن الأعمار الصغيرة بنتركها، بنحاول نحط تعويض مؤقت مشان الناحية الجمالية والنفسية للمريض أو للطفل، ليصير عمره يتوقف نمو العظمي، بعدين فينا نحط زرعة. الأعمار كبيرة ما في عمر محدد، يعني في مرضى عم يجونا بعمر 70-80 سنة عم نحط لهم زرعة، وبالعكس عم يستفادوا أكثر. باعتبار عم يحطوا طقم فعم يخلصوا من هالمشكلة إنه الطقم عم يقع في مشاكل الطقوم، فصار علاج يعني هن يستفادوا أكثر من الأعمار الصغيرة بصراحة. أحيانا حتى الطقوم
اليوم دكتور ربما تصير تراجع لثة أو ضعف باللثة، فالطقم كل كم سنة ربما يتغير، يعني ما بعرف مثل ما إذا تفضلت استاذي الطقم هو عباره عن رد للثه ولا العظم. يعني المريض اذا حط طقم لمده 10 20 سنه عم يصير معه امتصاص بالعظم، فما عم يضل فك عنده، فبتكون عمليه الزرع اصعب. فانه اما الزرعه بتحافظ لي على العظم نفسه، باعتباره هو مثل احياء سن جديد سويناها، فبنحافظ على العظم نفسه، لا بصير امتصاص بالعظم لا شيء. اما الطقم فجباري نتيجه الضغط نتيجه الاكل عم يصير امتصاص بالعظم باللثه. اكيد بصراحه يعني هو موضوع مهم كتير، وخدم مثل ما بيقولوا المرضى. يا ترى في شروط معينه لاي هلا باي مرض ما او اي عمليات معينه بتكون في شروط معينه لحتى تتوفر بالمريض لحتى ينعمل؟ مثلا اذا فينا نقول المريض عنده التهاب لثه او عنده مشاكل بالعظم او امور معينه، في شروط معينه لازم تتوفر عند المريض لحتى تعملوا له عمليه زرع السن؟ الشروط استاذي بدنا نفصلها لنوعين، نسميها شروط عامه او الصحه العامه للمريض، والشروط الفمويه انه الشيء اللي يخص طبيب الاسنان والجراح الفكين ليسوي زرع جواد التم في مشاكل، والصحه العامه للمريض هي بتهمني اكثر. بالنسبه للزرع استاذي مثل ما انه تفضلنا، هي عمليه بسيطه تجرى تحت تخدير موضعي، نسميها جراحه صغرى، ما لها العمليه الكبيره اللي تخوفوا منها الناس. مجرد التكلفه شوي عاليه نتيجه سعر الزرعه والماده المصنوعه منها هي تيتانيوم. فالسعر، اما عمليه الزرع هي عمليه كثير بسيطه، يعني كل زرعه بتاخذ وقت من 10 دقائق لربع ساعه بدون الم. يعني عمليه الزرع هلا مسوي لها دعايه انه اسهل من قلع السن، وهي فعلا اسهل من قلع السن. فالفكره انه المشاكل اللي بنواجهها اهم شيء الطبيب يدرس الحاله كويس. انا بتهمني صحه المريض العامي، يعني المريض اللي معه السكري غير مضبوط تفرق عن المريض اللي معه السكري مضبوط. حلو. ففي عندي مضادات اصوات مطلقه، في مضادات اصوات نسبيه نسميها، انه مريض فيني اسوي له، مريض لازم اجل الزرع لا وضعه العام يستقر معي. مريض الغده الدرقيه بدي اخلي له وضع العام يستقر. مريض هشاشه العظام ما فيني ازرع له مباشره، لا اتاكد من وضع العظام افحصه الكالسيوم بالدم. مريض نوبه احتشاء حديثه، مريض الاحتشاء ما فيني اقرب عليه نتيجه الاحتشاء عنده لمده 6 اشهر. مريض اللي يخضع للمعالجه السرطانيه سواء كيماويه او شعاعيه كمان ل6 اشهر ما فيني ازرع له لانه عنده هشاشه عظام. فبدي ادرس الناحيه العامه للمريض، مريض الفقر الدم، مريض اللي معه نقص تكلس. ففي اشياء كثيره هاي صحة المريض العامة بتهمني كتير. أما بالصحة الفموية مثل ما تفضلت أحيانا في التهابات باللثة، في خراجات، في أكياس، هاي لازم تنحل قبل عملية الزرع. يعني إذا في التهاب لثة بعالج التهاب اللثة قبل ما أحط الزرعة. الزرعة هي جسم أجنبي بنحط جوات التم، شقد ما كان الجسم عم يتقبلها وشقد ما كان نسبة نجاح عالية، إذا حطيتها بوسط التهابي فراح تفشل أكيد. فأنا بدي هي انه الزرعه جاي نظاميه يعني والشركات عم تصنع الزرعات انه تتقبل الجسم، بس بالمقابل بدي اهيئ الوسط اللي تتقبل فيه الزرعه. أكيد. ما بدي احطها بوسط انتاني او وسط جرثومي والمريض يحط هالتكلفه هاي كلها. مزبوط. فهيك نسبه الفشل عم تزداد. فاهم شيء لمريض الزرع عم ننبه المريض وننبه الطبيب اكثر انه دراسه الحاله هي نصف العلاج اذا مو اكثر. بالضبط. انه هالمريض الزرع يا ترى يجوز له حاليا ام ناجله فتره. هون الفكره. فدراسه الحاله هي بتهمني كثير. أكيد. دكتور ربما تصنف عملية زرع السن يعني هي ما عمليات إسعافية يعني؟ لا ما بارد يعني عملية باردة وتجميلية بحتة. أكيد. ايمت بتكون إسعافية بالمنطقة الأمامية باعتبار ناحية جمالية وعندي نساء والبنات أكثر كمان. فعم نحاول مو إسعافية بمعنى إنه يشتغلها هلا يعني بمعنى إنه استعجل فيها دكتور. أكيد. نعم تماما. مثل ما تفضلت أستاذي المشاكل الجواد التم كان في قبل، هلا العلم عم يتطور أستاذي. المعالجات النجرية هلا مو قبل 10 سنوات أو قبل 15 سنة. كان في قبل 15 سنة إجراءات يعني حتى كان دكاترة يقولوا المريض بعتذر منك الزرع ما يزبط عندك. هل حكي بالوضع الراهن التغى. أي مريض شو ما كانت المشكلة داخل الفم الزرع هو العلاج شو ما كان. يعني أحيانا كان في جملة تنقال إنه العظم عندك رقيق أو ارتفاع العظم ما في أو عندك الجيوب الأنفية كتير قريبة أو العصب كتير قريب أو عمرك كبير. فكل هدول تم يعني تفاديناهم بالعلم الحديث طبعا نتيجة توفر مواد أخرى. الطعم العظمية توفرت، الأغشية العظمية توفرت، أنواع الزراعات كترت. فعندي زراعات قصيرة طويلة بأعراض وأحجام مختلفة. فالمشاكل الداخل الفموية تقريبا حاليا يعني لا يجوز أقول لمريض ما يزبط عندك زرع. هذا حكي غير صحيح أو يكون خبرة الطبيب غير يعني كافية. أكيد. دكتور سؤال خطر على بالي ضمن سياق حديثك من شوي بخص موضوع التخدير أو حتى موضوع هل العملية هاي تجرى بالعيادة كأي عملية أخرى اللي عم تنعمل؟ يعني ما بتستدعي لحتى المريض يروح على المشفى أو يكون يخضع لتخدير
عام أو كذا، يعني هو المريض بينعمل له تخدير موضعي أكيد. هو علاج مثل نفس علاج اي معالجه سنيه ينعمل بالعياده تحت تخدير موضعي لدوكاين مع ادرينالين، المخدر السني الطبيعي نفسه ابسط يعني. ايه كثير بسيط. احيانا في بعض مرضى يتخوفوا، وفي بعض دكاتره يعني هو بيضل على فكره الطبيب. أكيد. احيانا لما المريض بيزرع فوق وتحت، احيانا بنشتغل عمليات كثيره نحط منزرعات فوق منزرعات تحت بنفس الجلسه. فبنيه المريض لازم تساعدني. صح. اذا ما تساعدني بنسوي على دفعتين، الفك العلوي بعدين السفلي. في دكاتره بيحبوا ياخذوا المريض على المشفى إيه كنوع من راحة المريض أكثر وراحة الطبيب كمان. بس المشفى التكاليف بتكون أكثر، والتخدير العام يمكن حضرتك بالسلك الطبيب بتعرف يعني لا تواخذني عم موت المريض ونرجع نصحيه. فاختلاطاته ومشاكله كثيرة. إيه فشلون ما كان التخدير الموضعي اختلاطاته أقل، مشاكله أقل. التخدير العام فيه له اختلاطات أكثر وبدها تحاليل واستشارات أكثر. تماما أكيد. دكتور، طبيب جراحة الفك أو زراعة الأسنان إيمت بيقرر أنه هذا المريض خلص بحاجة لزرع سن؟ يعني سنك صار مثل ما ذكرتوا من شوي أنه يستدعي أنه تقرروا أنه هذا بده زرع سن. كان قبل استاذي أي مريض يجينا لما يكون في فقد بنقوله بدك زرعك حاليا. لما يكون في سن بحاجة لقلع السن، كان قبل يعني من 10 سنوات وقبل كان الدكتور يقول المريض بدنا نقلع السن، نستنى عليها فترة شهرين ليطيب محل القلع، بعدين نزرع السن. حاليا يعني علم الزرع ما عاد في شيء انه فيه لا او نأجله، نفس الجلسة يتم قلع السن ويتم وضع الزرعة بعصر السرعة. نحن بعصر السرعة يعني كله خلال شهر او شهرين بيكون السن مع الزرعة موجود. وفي زراعات حديثة، زراعات نسميها 1 ستيج، خلال اسبوع يكون المريض مع الزرعة مع التعويض وخلاص. أكيد خلال أسبوع نفس ونفس الجودة ونفس الضمان ونفس الكفالة طبعا. تماما. دكتور، ميزة الزرع اللي عم تميزها عن أي عملية أخرى، وشو اللي بيستفيد منها المريض من هالعملية هاي؟ نحن الغاية كلها في سببين هي بطب الأسنان. أي طبيب أسنان بيركز على وظيفتين، الناحية الوظيفية والناحية الجمالية. بتهمني كتير. يعني الزرع استاذي لا تأخذني مو عملية اعتباطية عبارة عن برغي بحطه جوات العظم. في عندنا كأطباء في معايير. لما يكون عندي فك أدرت كامل، يعني فك ما في أسنان، يعني ما فيني أزرع أحط الزراعات بشكل عشوائي. في دراسة الحالة قبل المريض عم بدرسها وين بدي احط الاسنان. في اسنان لازم يكون انه ضرورية موجود الزرعة بمكانها، مثل نسميها الراحة الاولى. يعني اول سن اللي بيبزق بالفك هي اساس الفك قوة المضغ عليها، فلازم احط الزرعة تحت مباشرة مشان يصير. في عندي الانياب هي بزاوية الفك تجي، فهي كمان نسميها نقاط ذهبية بالنسبة لنا. عملية الزرع صحيح بسيطة كتير بس بدها دراسة كتير. اكيد انه ما فيني وين ما يجي مريض انه احط له زرعة في عندي ابعاد معينه. الزرعه لازم تكون عموديه بالاعمار الصغيره، بالاعمار الكبيره بيكون صار عندي امتصاص، فما يصير احط زرعه عموديه. هيك بدي صحيح وفرت الناحيه الجماليه، بس الناحيه الوظيفيه بده يتعذب المريض ما ياخذ راحته بالاكل. فدراسه الحاله بتهمني اكثر من وضع الزرعه نفسها. تماما. فالدراسه قبل واثناء العمليه وبعد العمليه متابعه المرض هي اهم من عمليه وضع الزرعه. وضع الزرعه يعني ما بدها خبره، ما بدها شيء، انه عباره عن برغي بتحفر محله وبتحطه. بس هالبرغي شلون حفرنا محله، وين لقينا محله، وين نحفر محله، هون السؤال. له شروط معينه أكيد. اهم قياسيه ربما او جماليه ربما. هي اكيد في اعتبارات محدده. هاي بالنسبه للعظم. بالنسبه للثه كمان في كمان نفس الاعتبارات. يعني اللثه بنشوف احيانا في طبقه ورديه مثل متقرنه نسميها خشنه، وفي ناعمه. لازم تكون فوق الزرعه الخشنه. لما تكون الطبقه الناعمه الرخوه نسميها فوق الزرعه، فبتسوي لي مشاكل مستقبلا، بتجمع اكل تحت الزرعه، بتسوي لي التهابات. فانا لما بدرس الزرعه ما بدرس الزرعه الحالة، بدرس العظم، بدرس بنيه المريض العامه، بدرس اللثه، بعدين بيجي بحط الزرعه بالمكان المناسب. فهيك وفرت على المريض العلاج والتكلفه واستفاد النتيجه اللي هو جاي بده اياها. طبعا هاي الفكره. اكيد. باي عمليه دكتور دائما المريض بيسأل موضوع الخطورة أو النتائج، ربما خلينا نقول أنه النتائج السلبية أو الأمور السلبية، يعني مثلا أذية بالفك أثناء العملية، أثناء الثقب أو وضع البرغي، ربما باعتبار في عظم، أو أذية عن اللثة. يا ترى في له مخاطر أو ما في؟ هاي مسميها اختلاطات. الاختلاطات الساذجة بتتقسم لأنواع. اختلاطات قبل عملية الزرع هي دراسة المريض بشكل سيء أو عدم دراسة الحالة. اختلاطات أثناء عملية الزرع، واختلاطات بعد عملية الزرع. يعني هي 3 مراحل، قبل وأثناء العملية وبعد. تمام. اللي قبل حكينا عنه، أنه أهم شيء ندرس حالة المريض، ندرس وضع الحالة العامة، وضع الفموي، وضع اللثة،
اللثه وضع العظم عن طريق صور وتحاليل معينه. اذا كانت هالحاله عندي مدروسه فخفت نسبه الاختلاط عندي بنسبه 25% او 30%. اثناء العمليه استاذي كان قبل في عندي معايير محدده مثل ما حكينا قبل شوي. كان في عندي الجيب الفكي هو الجيب فوق الاسنان الفك العلوي طبعا. احيانا لما نقلع بعد مده طويله بيكون الجيب عم يتوسع باعتبار العظم ما فيه شيء، فالجيب عم يتوسع، بيكون مسافه العظم عندي قليله. فالدكاتره يتجنبوا الزرع بهالمنطقه بحجه انه الجيب كثير رقيق بده ينثقب. فهذا وكان في دكاتره يزرعوا يصير معهم انثقاب فبتصير اختلاطات، التهاب جيوب مزمنه وعم يطلع سائل من الانف او من الفم. في العصب الفكي السفلي لما اي مريض عم يخدر حاله لما عم ينمل الشفه، الزرعه لما تكون بطول غير مناسب او العصب كتير قريب عم يصير عندي رد او قطع على العصب. احيانا ربما اجتنا حالات يعني في مرضى قدموا شكاوي على كذا اطباء انه في تم قطع العصب عن طريق عدم دراسه الحاله بصراحه. لما يكون في عندي اكياس او اورام بالعظم نفسه بدي اعالج الكيس او الورم بعدين، فدراسه الحاله كمان اثناء العمليه بتخفي لي نسبه الاختلاطات. كان قبل موجوده اختلاطات بس هلا بعد هالتطورات وهالدراسات الحاليه اثناء العمليه يعني كمان خفت كثير اختلاطات. ضل عندي الاختلاطات بعد العمل الجراحي. بعد العمل الجراحي هو شقين، الطبيب يتحمل جزء والمريض يتحمل جزء تماما. فالطبيب يتحمل جزء انه التعويض اللي سواه او الجسر اللي حطه فوق الزرعه ايش نوعه، شلون سواه، ايش قد بعيد عن اللثه، ايش قد عم يسوي رد للثه. هي دراسه الحاله. وننصح اي مريض زرع بعياداتنا انه مراجعه كل 6 شهور حتى لو ما في شيء بدي افحص اللثه، لانه الزرعه قد ما كانت نوعيتها كويسه وجودتها عاليه استاذي في جسم اجنبي فبدي اهتم فيها مثل السن او اكثر تماما. فالفكره هون السن الطبيعي الموجود بجسم البني ادم اذا ما اهتمينا فيه عباره عن نخر بسيط، عن تكلس بسيط عم يصير معي التهاب وقلع. فتخيل الزرعه جسم اجنبي، فاي التهاب باللثه اي شيء بده ينتقل للزرعه، فالتهاب الجسم الاجنبي بده يصير فيه فشل راح يرفض. والطرف الثاني هو الشق الثاني هو المريض لازم يتحمل المسؤوليه. انا لما بعطي التعليمات للمريض كطريقه تفريش الزرعه، استعمال خيوط، استعمال فراشه، استعمال مضمضه، فلازم يتقيد لي فيها. المريض مو انه حط زرعه وخلاص يعني ينسى حاله، فلازم يتقيد بالمواعيد وبالتعليمات اللي بنعطيه اياها اكيد. فاذا وفرنا كل هالثلاث محاور فاختلاطات راح تكون بنسبه 0 أو 1% اكيد دكتور. هو هذا السؤال اللي قبل الاخير كان انه راح نطرق على موضوع عملية ما بعد العملية، يعني الشيء اللي بينطلب من المريض بعد العمل الجراحي. يعني في كتير أمور بتنطلب من المريض، في بعض الأمور تقع على عاتق المريض أيضا، يعني نسبة فشل هالزرعة هاي. يعني شو هي هالأمور هاي من اللي ذكرتها، أو إذا في شغلات تانية دكتور؟ أستاذ في شغلات شلون المريض لما يتابعني بلاقي عنده التهاب لثي أو التهاب حول الزرعة أو في خراجات بتصير حول الزرعة نفسها. لما يجيني المريض بالمرحلة الأولى فيني والزرعة موجودة جوات التم، أسوي له إجراء عمل جراحي، أنظف الالتهاب، أحط طعم عظمي، أحط غشاء، أحط بلازما، أشياء المواد العلاجية، وحافظت على الزرعة نفسها. أما إذا أهمل المريض حاله بعد 6 شهور بعد سنة بده يجيني الجسر مع الزرعة واقعة طبعا، فوقتها المريض خسر تكلفة الزرعة والطبيب بده يتعذب من أول جديد، فالمريض صار عنده رد فعل تجاه الزرع. فالمشكلة مو المشكلة سواء بس كان في شوية في توافق بين الطبيب والمريض كان هالمشكلة كلها انحلت. يعني أحيانا العلاج بيكون بوصفة طبية أو بعلاج لمدة 5 دقائق أنت حليت مشكلة كبيرة صح. فالفكرة هون فبيهمنا من أي مريض المتابعة والتقييد بالتعليمات، وأي شيء غريب عم يصير معه يتواصل مع الطبيب إنه عدم إهمال الحالة أكيد. هاي الفكرة. الدكتور قبل ما نطرق للسؤال قبل الأخير أو الأخير بالأحرى، من شوي ذكرتوا بموضوع الخراجات أو أمور الالتهابات، يا ترى كيف بتكشفوا؟ يعني شو الإجراء اللي عم تساووه لحتى تفحصوا موضوع أرضية الزرعة، وتصوير شعاعي أو تحليل أو فحص الجس أو كيف؟ هلا هو نحن لما يجينا مريض استاذي أول شيء بنسويه هو الفحص السريري نسميه، بنشوف اللثة، بنشوف إذا في خراجات، إذا في وزمة، إذا في ورم. قبل أي عملية زرع أو أي عملية عادية أو حتى هو أكاديمي بصراحة قبل معالجة أي سن يطلب المريض صورة بانورامية تمام. صورة بتوضح لأنه في أكياس استاذي اسمها أكياس تطورية ما لها التهابية، يعني الأكياس تكشف بالصدفة فقط تماما. فإذا ما صور المريض يعني ما راح يكتشف الكيس الموجود عنده، بتبين بصورة البانوراما الأشعة بتكون واضحة. لما بنشك بكيسي أكبر أو أحجامه بنطلب صورة طبقي أو صورة سي دي وصورة رنين أحيانا بيلزمنا للفكين، فبتحلي مشاكل كثيرة. لما يكون عندي كيس أو ورم استاذي أنا بعالج الكيس والورم، في طعم عظمية بحط الطعم محل الكيس والورم مشان ما تترك فجوة عندي بالفك السفلي. بعد فترة 2 ل6 شهور حسب اندماج العظم بحط الزرعة. فيعني حاليا مثل ما قلنا بأول الحديث إنه نتيجة التطور الحاصل
ما عاد في عندي شيء مستحيل او شيء صعب مجال طب الاسنان، بس لازم يكون الطبيب شوي متمكن والمريض شوي واعي. اكيد. دكتور، احد المستمعين عم يسال، عم يداول البعض انه حول معلومه حول تبييض الاسنان، موضوع تبييض الاسنان، انه هاي مضره وتاذي الاسنان. يا ترى ما مدى صحة الموضوع هذا دكتور؟ هذا السؤال متعرض عليه كثير بصراحة. هو تبييض الأسنان نتيجة التطور الحاصل كان قبل 10 سنوات 20 سنة ما كان في مواد تبييض نظامية، فكان الطبيب عم يبيض بالعيادة عنده بالسنابل اللي بالعيادة يشتغلها، فكان عم ياخذ طبقة من السن، فعم تصير حساسية، عم يرجع يتلون سن بعد 6 شهور. صح، يتصبغ او عم يتلون، فعم تكون في لها اثار. انا السن الميناء هي الطبقه العازله فعم باكلها. فاما حاليا ما في هالمصطلح انه التبييض بيضر او تبييض غلط، هذا مصطلح خطا نهائيا. المواد الموجوده حاليا هي عمليه التبييض استاذي بتتم عن طريق الليزر حاليا، عباره مجرد عن تفكيك شوارد. السن بيتركب من شوارد كالسيوم مع فوسفات، هالشوارد اذا تركبت مع بعض كثير فبتغمق لي لون السن. عمليه التبييض هي غالبا الموجوده هلا كرباميد بيروكسيد، فهي بس عم تفكك لي رواد فقط. تماما، تفكيك رواد، يعني لا في اذيه للسن، لا عم باكل طبقه، لا عم سوي خشونه. لما عم يتفكك معي السن عم ينفتح لون السن، فعم يصير معي حساسيه من مده اسبوع ل10 ايام فقط. حساسيه. بعد 6 شهور الجزيئات نفسها جزيئات السن، يعني فجزيئات عم تتحرك، يعني ما لها جسم ساكن، فعم ترجع تتربط مره ثانيه، عم يتغمق السن اكثر. فالفكره هون، فنحن لما نسوي عمليه تبييض للسن فكينا الجزيئات، اللون صار بياض ناصع، عم نقول للمريض انه بعد كل اكله بس فرش اسنانك فقط، لانه هي الجزيئات امتى تترابط؟ لما يكون في تجمع لوائح جرثوميه وتجمع بقايا اكل. تماما. فعمليه انه التبييض هي عمليه خطيره او بتاذي الشن، هي نهائيا غلط حاليا. قديما يمكن كان في هيك الاجراءات، بس حاليا ما في هيك شيء. اكيد. اخونا علي عبر البث المباشر ايضا عم يسال انه كيفيه اقلاع ضرس العقل. ما بعرف يعني سؤالك رح يسال، رح نسال الدكتور لنشوف شو هو الجواب. كيفيه اقلاع ضرس العقل، يا ترى ما بعرف ليش هو بده يقلع سن العقل. ضرس العقل اولا هو المصطلح هو راحه ثالثه سفليه او علويه. ضرس العقل سمي بضرس العقل لانه يطلع بفتره من 18 سنه لعمر 23 سنه، فتره نضوج الانسان يعني، فسموه بهالمصطلح. لا يوجد رابط بين انه اذا كان عنده ضرس العقل المريض بده يفقد جزء من العقل، طبعا هي نظريه كمان شوي. ايمتى بنقلع ضرس العقل استاذي؟ بالاخص بالجيل هلا. هو قديما كان ضرس العقل يطلع نظامي في ضرس وراه. تمام. فهذا مع مرور الزمان تغير بنية الأكل للقطرة للأكل، فهذاك السن اختفى، يعني انقرض. ضرس العقل في دراسات من هلا ل 50-100 سنه كمان بده ينقرض، اكيد، باعتبار ما عم نستعمله. اكلاتنا كلها وجبات سريعه كلها هيك، فما عم نستعملها. فالفك عم يصغر شوي. فضرس العقل ما عنده مجال يطلع جوات التم، فعم يتم باقي بالعظم. لما يتم بالعظم استاذي، يعني الله خلق السن ليطلع جوات التم يستفاد منه الانسان. اي شيء اي كان مكانه غير طبيعي فهو غلط. فالسن العقل او اي سن لما يبقى جوات العظم فبده يسوي لي مستقبلا يا سرطانات يا اورام يا اكياس. فنحن ضرس العقل بنقلعه ايمت؟ طبعا هو قبل 23 سنه يفضل ما نقلعه، نتركه مراقبه، الا بحالات احيانا يجينا حالات صداع قوي استاذي، المريض عم يروح على دكتور العصبيه وصوره طبقي وصوره ناني وما في شيء. العلاج هو يقلع ضرس العقل فقط. احيانا الام اذن شديده، الام رقبه، الام عين شديده، فهدول كلياتهم اسبابها بعد ما نفي السبب العيني والاذني والصداع والعصبي نقلع ضرس العقل. فمثل ما هو بده يستفسر انه ليش بدنا نقلعه او ايه بدنا نقلعه. نقلعه لما يكون في مجال، لما يكون في مجال بده يكون جوات العظم، فغالبا بيجي مايل، فعم يضغط لي على الفك على العصب على الاسنان اللي قبله، فبيجينا غالبا اكياس انه مخربي على السن اللي قبله، يعني في سن سليم ما في اعراض، مجرد الم عم يضغط او الم مبهم، في امتصاص بالجزر، هو ضرس العقل ضغط عليه، فمضطرين نقلعه قلع جراحي. والقلع الجراحي بيختلف كتقنيه من حاله لحاله. السن يعني انواع الانتمارات، في انتمار افقي عمودي، انتمار مقلوب، انتمار معكوس، حسب الحاله. هو اجراء بسيط صراحه. يعني ضرس العقل قد ما تطول هو ربع ساعه ل 20 دقيقه لازم يكون خالص. اكيد. بنهايه اللقاء بتشكر دكتور بندوار عدنان محمد، اختصاصي بامراض او جراحه الفك والاسنان وزرع الاسنان، على هالمعلومات القيمه. بتشكرك كثير دكتور. تسلم استاذي، بتشكر اذاعتكم الكريمه بويار، وان شاء الله اكون خفيف الظل عليكم، وان شاء الله قدمنا معلومه للمريض او للمشاهد يستفاد منها ان شاء الله. شكرا كثير لكم دكتور. للحلقه ثانيه ضلوا بخير وسلامه بخاطركم. هذا البرنامج
برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.